I don't have time. خطة إيمان الأباجوري التجاهل والاختفاء الجبارة اللي محققة جوازات هايلة. تعالي معايا في الريل ده واسمع الكلام اللي أنا هقوله. المحتوى ده بتاعنا لوحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الريل we don't have time. خطة التجاهل والاختفاء من أقوى الخطتين اللي عندي موجودين اللي سببوا حالة نجاحات الاستشارات والجوازات. خطة الاختفاء من أقوى الخطط اللي الراجل بيتجن منها. يعني إيه؟ هو أصلا مرتبط بيكي أو ساي معاكي في علاقة بدون مسمى، متعود إنك موجودة، متعود إن أنت قاعدة، متعود وقت ما يرن إنك موجودة، متعود إنكم بتنزلوا في أي وقت، يبعت مسج تردي، فجأة بتسحبي نفسك، فجأة بيتجن. خطة التجاهل بعدها بدخل بيها، يبدأ يبعت أعمل سين وما ردش غير بعدها بكام ساعة، يتجن أكتر. هو في إيه؟ ده أنا كنت بكلمها بترد في وقتها. فخطة الاختفاء بتجنن الرجالة. هو متعود ان انت قاعدة قصاده ريموت، يلا ننزل يلا بينا، على اسم باسم سمرة، تمام؟ يلا نخرج يلا بينا، يلا رن تردي عليه، يلا ابعتيلي الصور. مرة واحدة يلاقيكي سحبتي نفسك، هيتجن زيك انت كده. لو واحد موجود اوريدي في حياتك مرة واحدة صحيتي ما لقيتيهوش، بتتجني ولا ما بتتجنيش؟ فخطة الاختفاء بتاعتي ناجحه مليار في المية. بعدها بسندها بخطه التجاهل، يبدا يدور ويبعت ويزن ويفرض سين، ما ردش غير بعدها بكام ساعه، هيتجن اكتر. هو ايه اللي غيرها؟ بس يا حد دخل حياتها وخدها مني، يا اما البت دي في حاجه ومش عايزاني تاني. في الحالتين الممنوع مرفوض. وراجل غيره يدخل عليكي ده ممكن يتجن فيها، هنسحبه غصب عننا. انا ما باخدش مزاج، والمحتوى ده بتاعي والله العظيم مش بتاع اي حد. فبالتالي يا حبيبه قلبي اول ما ده يحصل الراجل ده بتاعنا، هنسحب. فالست الذكيه اوعي ما تمشيش ورايا. لو عايزه تجيبي جواز نمبر 1 تدخلي بخطه الاختفاء وتختفي لي نهائيا، هيبدا يدور عليكي. طب لما يلاقيكي تدخلي على طول بخطه التجاهل، تتجاهليه وتنطريه بعد ما كنتي لازقه فيه، هيبدا يتجن. لو مش بيحبك هيحبك، لو ما كانش متعود عليك هيتعود عليك، لو ما كنتيش في دماغه هتبداي تبقي في دماغه. ساعتها هنسحبه بطلباتنا. مش هينفع اكمل اكتر من كده. انا تتقدم لي، انا قاعده في علاقه اصلي ملهاش مسمى، انا ما اعرفش احنا الاثنين ايه بالنسبه لبعض. تبداي تحطي خططك. الست الذكيه هتاخد الريل ده وتعمله، والريل ده او الخطه دي ما تتعاملش غير بعد الشهر من تعارفك مع الراجل. هتجيب نتيجه فشخ يا جماعه. بعد شهر من التعارف تبداي في خطه الاختفاء. التجاهل على طول هيجي على طول. انا اديتك الاستشارات بتاعتي اهو في الريل ده. هيتجوزك وهيخطبك وهتدعيلي.